بص يا جماعة، في حاجة اكتشفتها كده بين المصريين والفرنساويين، اللي هو لما نيجي نشتري عقار احنا عندنا في فرنسا عادي خالص بالنسبة لنا نشتري عقار على البلان، ونقعد نستنى فيه 3 4 سنين وبعد كده نعيش فيه، مفيش مشكلة. لا، في مصر المشكلة عندهم لو الشقة مش موجودة ومعاه مفتاح، لا محدش هيشتري. فده برضك يعني فرق بين الاتنين، اللي احنا هنا أو لما بقول احنا يعني الفرنساويين بنشوف في المستقبل. يقول لك لا، انا هشتغل للعشر سنين ولا 20 سنة قدام، والشقة دي هتبقى مستقبلي ومش مهم لو قعدت 4 سنين. المصري لا، يقول لك انا عايز حاجة دلوقتي، اخد الشقة اخد المفتاح وادفع فيها ايه الفلوس، غير كده ماليش فيه. انا ما تدخلنيش في المشكلة ده. فده بصراحة يعني انا واخده من الفرنساويين. انا عادي بالنسبة لي ممكن اشتري عقار واقعد استنى فيه 3 4 سنين ان شاء الله يتأخر. انا كده كده لما بشتري يعني بشتري للمستقبل، ما بشتريش اللي هو دلوقتي. فبس يلا سلام.